يا صباح الخير على كل اللي بيتابعني واللي مش بيتابعني وما يعرفنيش. انا لونا، تابعوني على قناتي واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله. تعالوا اقول لكم انا بسلق الارانب ازاي، بحط عليها ايه وبحمرها ازاي بطريقه سهله وبسيطه خالص، وبتطلعوا احلى شوربه ارانب تعملوا منها احلى ملوخيه وتعملوا بقى شويه رز. عايزه اقول لكم اعظم اكله تاكلوها ملوخيه بالارانب والرز. يلا بينا. شايفين بقى شكلها طالع ازاي؟ لونها جميل، وعلى فكرة مش حاطة عليها حاجة خالص. سهلة جدا. اول حاجة كده بجيب الحلة على النار وبنزل فيها بمعلقة زبدة كبيرة، وبحط عليها 3 فصوص مستكة. المستكة بتدي كده ريحة وطعم حلو قوي. اول حاجه طبعا بنحط المستكه مع الزبده علشان المستكه ما بتسحش خالص الا مع لما تكون مع ماده دهنيه، سواء سمنه او زبده او زيت. بس طبعا هنا ما ينفعش نستخدم زيت، يستحسن طبعا زبده او سمنه عشان تكون الشوربه كده طعمها حلو وما تبقاش فيها زيت طبعا. فيا زبده يا سمنه، ده اهم حاجه. وببتدي اول ما بيسخنوا كده بنزل بالارانب بتاعتي وببتدي اقلبها بحيث ان هي تاخد اللون ده. اول بقى ما بتاخد اللون الجميل ده ببتدي اوطي النار وابتدي اضيف التوابل اللي انا بضيفها. اول حاجه بضيفها هو الملح. بنضيف بقى كميه ملح كده حلوين، معلقه ملح حلوه عشان الشوربه كده تبقى طعمها حلو. وبعدين بضيف معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وبضيف 3 حبات حبهان، وبضيف كمان ورقتين 3 من ورق اللورة، بيدي نكهة حلوة قوي للشوربة. ضيفوا نفس المكونات اللي انا ضفتها على الارانب، هتشوفوا هتدوقوا احلى طعم شوربة للارانب، وكمان هتعملوا احلى ملوخية. وبعدين بضيف هي طماطمايه واحدة بس، وبقطع كده جزرايه مكعبات صغيرة، وبجيب بصلايه كبيرة بقطعها 4/4. لو بصل صغير يبقى بصلتين بس كده. دي كل الحاجات اللي انا بحطها على الارانب بس. وطبعا بكون غالية مية في الكتل، بضيفها عليها بقى في الاخر. يا بنات لازم اهم حاجة تكون المية مغلية، ما تبقاش مية ساقعة. بنضيف مية مغلية عليها ونسيبه يتسلق، واول ما بيتسلق بحطه كده في صينية، شوية ملح وفلفل ودهنة سمنة، وتحت الشواية 10 دقايق وبتلاقيه بالجمال ده. الف هنا وشفا.